ايه ده؟ رحلة؟ الله، رحلة لكوريا! انا نفسي اروحها بشكل مش طبيعي. المشكلة انها غالية قوي. الفرد الواحد ب10 تلاف. ايه؟ انا اللي قرأته غلط. الفرد الواحد ب25 ألف؟ ازاي؟ يعني انا واختي 50 ألف؟ ده مستحيل ماما توافق. ودي فرصة ما تتعوضش بصراحة. ايه ده؟ ايه اللي انا ده بعتولي ده؟ دي رحلة؟ بس دي غالية قوي، مستحيل ماما توافق. واحنا دلوقتي هنعمل ايه يا فرحة؟ الواحد بس ب25 ألف، انا وانتي مع بعض ب50، ازاي يعني؟ غير كده ان رنا وافنان هيضطروا يجوا معانا، وبرضه احتمال مامتهم ما توافقش. واكيد هناخد كيان عشان انتي بتحبيها، واخت رونا كمان هتيجي، يعني الموضوع كبير. يا ربي، خلاص تعالي نروح نقول لماما نقترح عليها الموضوع. ازاي يعني يا فرح؟ ايه اللي نقترح عليها الموضوع؟ بقولك احنا الاتنين ب50 ألف، والرحلة اصلا لكوريا في الطبيعة يعني غالية قوي، يعني 25 ألف قليلة. ايوه، ما انا عارفة، ما انا عشان كده بقولك ان احنا نروح نقول لماما. لا، مستحيل اروح اقول لماما. خير. ماما في حتة رحلة تحفة ورخيصة، رخيصة بجد يعني. بصي، لو احنا بنطلعها بطيارة يعني بالحقيقة، هتكون غالية جدا. انت مش متخيلة احنا لقيناها بكام يا ماما، بجد مش متخيلة، ومش متخيلة كمان ايه هي البلد. اه، ويا ترى بكام وايه هي البلد بقى؟ بصي يا ماما، البلد كوريا، يعني تخيلي كده لو احنا رايحين نسافر كوريا هندفع كام. كوريا؟ كوريا بعيدة جدا، واكيد سعرها ابعد منها بكتير. آه ماما، هو الواحد ب25 ألف. ايه؟ يعني انتوا الاتنين ب50؟ مستحيل تحصل، وطبعا ادفع 50 ألف ليه؟ احنا ممكن مثلا نحجز ونسافر كلنا، نقعد لنا هناك فترة. مش تقولوا لنا معرفش ايه. ايه يومين؟ ايه دول ال50 ألف جنيه؟ مستحيل. ماشي يا ماما، يلا احجزي ونروح، بدل هو كده بقى. بس يا لما انت ما تتكلميش، انا اللي عندي قلت ممكن اخدكم طبعا يوم الجمعه، اروح اجيب لكم اللي انتوا عايزينه، انتوا عارفين ان احنا بنعمل كده كل جمعه. بس مستحيل، مستحيل مستحيل ادفع 50 ألف جنيه ليه؟ ها، عاجبك كده بقى؟ هو انا مالي؟ ايه اللي انت مالك؟ انت اللي قلتي اصلا من الاول. ماشي يا ستي، يلا تصبحي على خير، سيبها ربنا، وربنا يحل لنا من عنده. ايوه يا بنتي، كله نام وما عادش الا انا بس اللي صاحيه. بقولك، كوريا الوحيدة ممكن نسافر لها ب70 ألف مثلا، أكتر من 70 ألف كمان. دلوقتي الفرد الواحد رحلة ب25 ألف، انتي متخيلة؟ أيوة أنا عارفة ان مامتي طبعا أكيد تدفع لي كل اللي أنا عايزاه وكل حاجة، بس هي بس قايلة ان هي خايفة علينا بس يعني. ايه؟ بجد؟ بعتيه فين ده؟ اوكي، هروح الواتس دلوقتي اشوفه. سلام، اقفلي. دي أحلى مسابقة طبخ. في مسابقة طبخ الجائزة بتاعتها 300 ألف جنيه؟ ازاي؟ طيب ماشي، سيبكم من ازاي ومش ازاي، الاول صلوا على النبي وحطوا لي لايك واشتراك. يلا حطوا يا جماعه. هو انا ليه انتوا بتحسسوني ان انا بكلم نفسي؟ يا جماعه انا وقفت الفيديو عشان اقول لكم حطوا لي لايك واشتراك وصلوا على النبي. اكيد صليتوا على النبي. لسه بس تحطوا لي لايك واشتراك، يلا حطوا لي لايك واشتراك. انا لازم اكلمها حالا. الو، السلام عليكم. لو سمحتي، كنت عايزه استفسر اكتر عن مسابقه الطبخ. هيكون في شيفات بتقيم؟ اوكي، عادي جدا. آه اوكي. عادي نجيب اي ادوات زيادة واحنا جايين؟ لا لا، بدل كل الادوات موجودة عادي. انا يكون انا واختي واتنين صحابي، واحدة بنت خالتي. ايوه، واحدة كمان اخت صاحبتي، كده 6 افراد. يعني كده هتحتاجوا يكون قدامنا فريق تاني ب6 افراد. اوكي، شكرا، مع السلامة. انا لازم اكلم رونا اقول لها كل اللي حصل. الو يا رونا. ايوه كلمتها، وبتقول ان احنا بدل 6 افراد هما لازم يعني مش فاهمه يعملوا ايه. بس هينقوا 6 افراد من كل اللي مقدمين يكونوا قدامنا فريق. يعني العدد بتاعنا هيجيبوا فريق تاني قدامنا نفسه بالظبط. ايوه.
ايوه متحمسه جدا. بتقولي الجائزه 300,000 جنيه، يعني نقدر نطلع الرحله براحتنا، تصدقي؟ ايوه اكيد هنروح نقدم. ها، مسابقه؟ ايه ده؟ انا لسه مقلتش لماما اصلا. صباح الخير يا ماما. صباح النور يا حبيبتي. بقولك يا ماما، في مسابقة طبخ واللي هيفوز فيها ياخد 300,000 جنيه، متخيلة؟ ايه ده بجد؟ امتى دي؟ هي بكرة يا ماما. وبصراحة انا حجزت ليا انا ورونا وافنان وكنسي اخت رونا والكيان بنت خالتي. بس طبعا انتي لسه هترني على خالته تقولي لها. طيب وانتي يا حبيبتي بتحجزي من غير ما اوافق ليه؟ عادي يا ماما، انا عارفة ان انتي هتوافقي اصلا. طيب هكلم خالتك اقول لها. مرحبا بكم سيداتي وسادتي. اكيد انتوا عارفين ان النهارده مسابقة الطبخ اللي كلمتوني عليها وقلت لكم ان جائزتها 300 الف جنيه للكسبان. طبعا معانا اول فريق وهو الفريق الاول، ومعانا تاني فريق وهو الفريق التاني. ومسابقة النهاردة هي عبارة ان انتوا هتعملوا 3 اطباق على 3 مراحل. اول طبق اللي هو وجبة خفيفة للفطار، تاني طبق وجبة حلوة للغدا، تالت طبق وهو الحلا. يلا ابدأوا الشغل، واخر اليوم هيجي الحكام عشان يعلنوا مين الفائز. بصوا بقى، انا جايه النهارده وناويه ان انا اكسب باي طريقه، وانا ما بعرفش اطبخ تمام. فاحنا لازم نخسر الفريق التاني ده باي طريقه، حتى لو هنحط لهم حاجه في الاكل بتاعهم، المهم ان احنا نخسرهم. الله عليك، كنت بفكر في نفس التفكير. بصوا بقى يا جماعه، كنزي ومنى وكيان هيكونوا المساعدين، والله هنطبخ انا وافنان ورونا، اوكي؟ وانا اكون مساعده ليه؟ ان شاء الله انا عايزه اطبخ. احنا نفسنا ما بنعرفش نطبخ، انت تطبخي. يلا يا جماعه، اول حاجه عايزين نبدا في الطبق بتاع الفطار. روحوا بقى يا جماعه هاتوا لنا البيض من التلاجة. بيض ايه يا بنتي؟ انت فاكره ان انت بتحضري فطار بيتكم؟ احنا عايزين نعمل كده حاجه فخمه، يعني تكون لايقه على الفطار، بس حاجه حلوه، حاجه تكسبنا في اول جوله على الاقل. طيب يا جماعة، سمعت واحدة من الفريق التاني بتقول عايزين حاجة تكسبنا في أول جولة على الأقل. نسيت أقول لكم إن التلات جولات بتتقسم على 300,000 جنيه، كل جولة ب100,000 جنيه. والجولة الأخيرة هي اللي بتحدد يا ترى انتوا فزتوا بكل الفلوس أو نص الفلوس. اهو يا جماعة في تقسيم، يعني على الأقل نفوز حتى بجولة واحدة، يعني ما ينفعش ان احنا نغش عشان ان احنا نخسر حد. بقول لكم في حاجة انا عايزة اشتريها ب300,000 جنيه، عايزة اكسب 300,000 جنيه عشانها. ايه؟ على اساس انك مثلا لو احنا كسبنا انت هتاخدي 300,000 جنيه لوحدك؟ امال احنا جايين نعمل ايه؟ ما هستلفهم منكم يعني؟ ايه يعني؟ لا طبعا مستحيل، انا عايزة اجيب العلاج بتاع امي، ومش هغش عشان عايزة الفلوس تكون حلال كده. يا جماعة خلاص بطلوا خناق وبقوا اتكلموا بعد ما نخلص اول جولة، وقتها قرب يخلص، انتوا مش واخدين بالكم؟ يلا اطباق اول جولة تتقدم. عجبكم كده؟ عجبكم كده فضلتوا تتكلموا يعني لحد ما اول جولة وقتها خلص؟ فين اطباقكم؟ ما عملتوش ولا ايه؟ لا هو احنا قلنا هنسيب اول جولة دي، يعني الفطار يعني، يعني قلنا نسيبها للفريق التاني وخلاص. فين اطباقكم يا جماعة؟ طيب اروح اوديها بقى. دي اطباق الفريق التاني، لان اطباق الفريق الاول قرروا ينسحبوا اول جولة. لسه برضو لازم نقيم يعني الاكل يستاهل فعلا ولا لا. طيب اتفضلوا. ايه ده؟ بجد الفريق ده مبدع. ايوه ان الاكل يعني غريب على الفطار، ولكن يعني حسيته ينفع للفطار، يعني كويس فعلا. ادي الاطباق دي 8/10. انا اديهم 7/10، وانا بجد اديهم 9. مبروك يا جماعة، ضمنت اول 100,000 جنيه. ياه بجد احنا كسبنا. ياه بجد مش مصدقة. يلا تاني جولة وهي جولة الغداء. اتمنى تشدوا حيلكم في الجولة دي، لان الجولة دي بجد الحكام بياخدوا بالهم جدا من كل غلطة. احنا لازم نعمل اي حاجة. يلا، معانا كل حاجة، معانا كل المكونات، بس محدش فيكم بيعرف يطبخ. انا بعرف اطبخ. طيب يلا اتصرفي اعملي لهم اي حاجة للغدا. ما تكلمنيش كده، انا مش بشتغل عندك، انا جايه زيك ودخلت معاكي في الفريق لان
كل التيمز خلصت خلاص. ان شاء الله يا جماعه نفوز في الجوله دي كمان. بجد ريحه الاكل تجنن، عايزه ادوقه ان شاء الله. ايوه فعلا ريحته تحفه. ان شاء الله نفوز في الجوله دي. هو ده اللي انت عملتيه؟ ده ريحه الاكل بتاعتهم جايه من هناك لحد هنا. طيب قدري ان مفيش اصلا حد فيكم طبخ وانا لوحدي اللي طبخه. لا كده كده. لا كفايه ان هما كسبوا ولا مش هيكسبوا دي كمان. مستحيل مستحيل اجيبهم يكسبوا دي كمان. لا لازم اعمل اي حاجه. يا رب اعمل ايه؟ يا ربي وقت المسابقه خلص اروح اقول لهم هي مش موجوده. كنت كده الصينيه دي. انا عرفت انا هعمل ايه. ده اكل الفريق التاني. يخرب بيتك عملتي إيه؟ انت ازاي رحتي عملتي كده ولو هي جت ولقت اكلنا هناك. ملحوظة يا جماعة ادعموني يلا. المهم الملحوظة اللي هي ممكن حد يقول طب يعني هما الحكام مش عارفين اللي بتجيب الاكل؟ لا هما الحكام جايين من بره. يعني انا عاملة على اساس كده ان الحكام جايين من بره وما يعرفوش مين اللي جاب ومين اللي مودي، فهي عرفت انها تنجح في الخطة. وقت الجولة التانية خلص. يلا الكل يتقدم بأطباقه. ايه يا جماعة انتوا ما طبختوش المرة دي كمان ولا ايه؟ لا هي اتكلمي انت بقى. هي في واحدة تانية جت خدت الأطباق مننا وودتها. ايه ده؟ هي لسه جاتش؟ زمانها لسه. اوكي. البنت ام شعر احمر بتقول ان احنا اللي نودي الاطباق بنفسنا المرة دي. ممكن تجيبوا ودها انا، ممكن يكسبونا. ايه ده بجد؟ خلاص روحي وديها انت. اتفضلوا دي اطباق الفريق الاول. قصدي التاني. ازاي هي اطباق الفريق التاني معانا؟ ايه ده؟ هي لسه خدت اطباقكم؟ تمام. لسه مين؟ اكيد اللي معاكي دي اطباق الفريق الاول، هاتيها. بصراحه يا جماعه انا عايزه ادوق اطباق الفريق الاول اكتر لان شكلها يشهي. قلت لهم ان دي اطباق الفريق التاني. قلت لهم ها. الله بجد الاطباق تجنني يا جماعه. انا مش متخيله اول مره اكل بالحلاوه دي. ايوه فعلا الاطباق روعه واديلها 10/10. وانا هديلها 10/10 فعلا. هو الفريق التاني الفريق الاول عامل طبق واحد. الفريق ده يا جماعه عامل طبقين اتنين. يعني بصوا كلهم انتوا عشان شكلهم بصراحه مش عاجبني. استغفر الله العظيم، ده حاطين عليه جنزبيل ولا انا بكره الجنزبيل. بجد الاطباق وحشه جدا. اطباق الفريق الاول هو اللي يكسب. ها يا جماعه، اي فريق هو اللي كسب. الفريق الاول بتاع الصينيه دي اتفضلي هو اللي كسب الجوله دي. للاسف يا جماعه انتوا ما كسبتوش الجوله دي. اطباق الفريق الاول هو اللي كسب. بجد الحمد لله. طب هاتي اطباقنا بقى اللي معاكي دي. لا دي اطباق الفريق الاول. اطباقكم هاجي اجيبها لكم دلوقتي. لا اطباق الفريق الاول للصينيه بينك. لا انتوا اللي صينيتكم بينك. ثانيه بس اروح اعلن الفوز واديلك. وكده يا جماعه الفريق الاول هو اللي كسب في الجوله دي. هي قلتلكم. بس احنا كده كسبانين بالغش. اسكتي بقى انت كمان لو سمحتي. في حاجه غلط. المفروض ان احنا اللي نكسب لان الاطباق اللي معاكي دي هي اللي كسبت واحنا الاطباق بتاعتنا هي دي والاطباق بتاعتهم حتى لونهم بينك. ازاي يعني؟ طيب ثانيه في كاميرات هروح اراجع الكاميرات وهيجي. لو سمحتوا يا جماعه حصلت حاجه وحصل يعني اتمنى انها بجد ما تكونش حصلت ولكن هضطر ان انا اخد الكاميرا عشان اراجعها. هو في كاميرا من امتى؟ يعني هو الموضوع يعني مش مستاهل انك تراجع الكاميرا. طيب هو انا قلتلك ايه هو الموضوع اصلا؟ لا معلش انا دلوقتي شفت كل حاجه وشفت كل كلامهم اللي كانوا بيقولوه. طيب دلوقتي انا هعلن الجوله التانية وبجد انتوا اللي كسبتوا في الجوله التانية. كده انتوا ضمنتوا 200,000 جنيه. اوكي يا جماعه كان حصل عطل في تاني جوله وطبعا صاحبها يتعاقب عقاب شديد بعد ما نخلص المسابقه. وكده اللي كسب في تاني جوله الفريق التاني لتاني مره. انا هقول ان انت اللي عملتي كل ده. انا هنحسب من الجوله التالتة وهمشي. وانا كمان. انا همشي. انتوا بياعين يعني بعد كل ده تسيبوني وتمشوا؟ لو سمحتوا احنا كلنا هننسحب من تالت جولة. احنا خلاص مش عايزين نكمل معاه. اتفضلوا على البانتو وانا همشي. يعني كده نعرف ان الفريق التاني هو اللي كسب 300,000 جنيه كاملين.
هي مش مصدقة بجد، ياه. بجد انا مكنتش اقصد اعمل كده. اسكتي، احنا خلاص قررنا ان احنا مش هنعرف شرطة ولا حاجة، ولكن هنعاقبك احنا بنفسنا. كده يا جماعة كلنا نقدر نطلع رحلة كوريا، واستنونا يا جماعة بقى في الفيديو الجاي واحنا طالعين رحلة كوريا. ياه.